تلقاء كاظمات وأومض البرق في ظلماء من إضام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينيك إن قلت كفاها ماتا وما لقلبك إن قلت استفق يا هميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم تريق دمعا على ضلال ولا أرقت لذكر الباني والعالم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجد خطي عبرات وضنان مثل البهار على خديك والعنام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلام. مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي. يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عدتك حالي لا سري بمستترين عن الوشاة ولا دائي بمنحسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محوتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمام مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إني اتهمت نصيح الشيب في عذالي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أماراتي بالسوء ما تعاضت من جهلها بنذير الشيب والهرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي برد جميل
ماح من غواياتها كما يرد جماح الخيل بالنجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. إن الهوى ما تولى يشمي أو يشيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واخشى دسائس من جوع ومن شباع فرب مخمصة شر من التخام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وخالف
خالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حظاك النصح فاتهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فردي ولم أصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشاد من سغاب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا رفع الآدم مولاي صل وسلم دائما أبدا
الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شماميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير مفشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله وصحبه. الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثل ما نسلفنا أجدادنا آباؤنا وشيخنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم. وما طلبوهم الرجال طلبنا ما قصدوهم الرجال قصدنا أعمالهم الرجال. نوينا على هذه النية وقلتهم صالحة شاملة كاملة في رد الدنيا من الآخرة جالبة لكل خير دافع لكل شر. نوينا كما نسلفنا الصالحون وأجدادنا سلسلتنا آباؤنا مشايخنا أجمعين على هذه النية وتنصفنا. نوينا صاحب الحضرة الإمام فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم صاحب المولد الحبيب علي بن محمد الهبشي. نوينا كما الحبيب علي الهبشي كما نوى أهل الله أجمعين كما نوى قطب الزمان صلحاء الزمان مشايخ الزمان في هذا الزمان كما نوى صاحب الوقت في مثل هذه المناسبة أن الله ونهدي ثواب ما عملنا إلى حضرة سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين آل كل أصحاب القرب والتابعين وتابعي التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونهدي ثواب علم الأرواح والدينا ووالدكم أماتنا أمواتكم أمة الحاضرين خاصة وأمة المسلمين عامة ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وعبد الله فيه هذه النية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يحنن روح حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علينا ويبارك فينا وفي منازلنا ديارنا حارتنا وبلداننا وزماننا وأهل زماننا. اجعل لنا ولهم نصيبا وافرا من رسوله ومن مصطفاه ومن صفوته من خلقه إيمانا به ومحبة له وتعظيما له وتصديقا به ما جاء به ويقينا بما بلغ وأجلا لقدره وولاء له ورغبة في لقائه ومرافقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشوقا إليه وأن يغفر حظنا من كل تلك المواهب والمنان ويصلح لنا السر والعلم وجمعنا بالمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يثبتنا على قوم طريقه ويثبتنا على منهج الأقوام ويحمينا به من الآفات وفرج كروب أمته واجعلنا وإياهم في خيارهم وأنفعهم لهم في عافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبشير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقدرة بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع قدري
واشرح صدري ويسر أمري وارزقني من حيث لا أحتسب ولا أدري بفضلك وكرامك وإحسانك يا من هو كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف وأسألك بجلال العزة وجلال الهيبة وعزة القدرة وجبرة العظمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين وأن تصلي وتسلم على سيدنا محمد واجعل لي sebut hajatnya masing-masing. ورضاك والجنة آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلام ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي
ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من ربي السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام
السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك كزين الأنبياء سلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك أين قالت يا سلام عليك أنبياء سلام عليك أتقال يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام يا رفيع رضا العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا الجود والكرم وبآيات القرآن ونوفت إذ فينا أخ الوهن نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود ربي فانفعنا ببركاتهم ودينا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات عالمي يا أهيل الجود الله 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 الله
وسقيت من صافيها وأقبل وذل يملي علي الذي يعليها ومن ذا شريبها بسري أنا قبل لا يزفيها أنا قبل القبل وبدي عليها أنا أتيت كل الفضل تكرم علي وليها أنا المجتبى بين أهلي وشفت في عصيها الله الله ونعم أنا هدف أهل العدل ونار الجحيم أدفيها والسيف ودرعي مجلي أعاقب على تاليها فمن كان يؤمن فعلي يجرب وانا حاميها أنا بازها والشربي وانا للمثال أطريها وأشرب من كاسيها وفخر الوجود فخري أبو بكر لي يحميها وقد طاب فيها أصلي وانا للفروع أغديها ورقد حمي قربي وإني لها ساقيها وأفلت شموس الكل وشمسنا ضاحيها
شوف أهل الكساء بفضلي وجبريل لي راويها فهذه رسالة بي لنسل القرآن وجليها وأشكر لنعمة ربي ولكني لا أحصيها وبثيت منها وهبي على من تبيني فيها واختم بخير الرسل نبي الهدى هاديها وأختم بخير الرسل نبي الهدى هاديها الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي السلطان والواضح البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجد وعظم شانه خلق خلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيد الرحمة تعلقت إرادته
الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشر الآثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم بالمنان، وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده ثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن أعلى مقام، وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان، صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من تصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد، وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما عظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما وسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلة الكمال، وقام بحق الربوبية في موات الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به
فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذي ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا إلى شرف الأصل بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Seperti biasa, sebelum mahallul qiyam pengajian, saya biasanya pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah. Mumpung malam mangkin termasuk salah satu malam-malam bulan Maulid, mari kita dengarkan Mau'izatul Hasanah ben nasihat berkaitan dengan Maulidun Nabi ben selanjutnya atau bakal sampai aki oleh tamu kita Al Habib Ahmad. Beliau neka putrana Al Habib Abdurrahman Bahlega Sandi Pondok Rejoso, Pondok Ihya Sunnah, putra tertua, anak laki pertama, putra tertua. Nah, kita ambil barokah daripada beliau dan barokah dari abahnya beliau, dari guru-gurunya dan semuanya. Mau'izatul Hasanah malam mangken pengajian kitab ditunda atau diloncat akan diisi Mau'izatul Hasanah motivasi kanggo kula panjenengan sedaya gawe kula lan panjenengan sedaya berkaitan dengan Maulidun Nabi oleh barokah dari apa yang akan disampaikan oleh Habib Ahmad. Cinta kita semakin kuat ke Kanjeng Nabi oleh barokah akhir kula panjenengan bisa ibrik mempeh Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Kita dengarkan, kita ambil manfaat, waktu dan tempat kita haturkan kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang terhormat sahibul majlis Al Habib Muhammad Ridha bin Abdullah bin Syau Bakar bin Salim. Yang terhormat para sesepuh, para orang tua kita, para hadirin yang berbahagia, jamaah majelis Rebuan, hafizakumullah. Pada malam hari ini coba campur ya. Alhamdulillah ya. Kita malam hari ini sudah masuk daripada Rabiul Mahabbah, Rabiul Syauq, Rabiul Afrah, Rabiul Sarrah. Bulan Rabi, persimpangan daripada kerinduan, daripada cinta, daripada kebahagiaan dan sukacita. Karena kita sudah masuk di bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang gak bisa dibayangkan betapa cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya yang hidup di akhir zaman ini. Gak bisa dibayangkan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Nabi yang di akhirat nanti meminta dengan sepenuhnya
agar kita semua ini dijadikan umat yang selamat semua masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Akan dituruti semua kemintaan Rasulullah SAW itu, diberi, dituruti sampai Rasulullah ridho. Gak ada. Ini Nabi yang cintanya luar biasa ke kita. Nemen cintai. Kita, ke keluarga kita, gak secinta Nabi kepada kita. Kita punya istri, sampean punya istri, Pak. Sampean punya anak, sampean duwe anak, sampean duwe bojo. Tahu sampean sewengi pernah gak itu malam mulai awal isya sampai subuh nangis nang Gusti Allah. Ya Allah, aku cinta bojoku ya Allah. Mlebokno surga ya Allah, mlebokno surga ya Allah, ampunono dosane, mlebokno surga, ampunono dosane, mlebokno surga. Tahu? Ayo, sing jarene cinta sehidup semati sama istrinya. Tahu sewengi, Pak. Sewengi dikumpuli, kesel turu. Gak ada yang semalam nangis, munajat ya Allah, bojoku ya Allah, akeh dosane ya Allah, sering ghibah ya Allah, sering adu-adu ya Allah, dosane akeh ya Allah. Ingat pelajaran dari Habib Ridho yang kemarin, sekali ghibah ibadah 60 tahun habis. Tapi kita nggak pernah minta ya Allah, bojoku sering rasan-rasan ya Allah, ampuni dosane ya Allah. Gak pernah kita nangis sampai subuh, gak pernah blas. Sepengi paling diseret, ayo Pak, ayo Bu, kumpul, mari kumpul, dados ngenteni subuh. Cinta apa ini? Cinta nafsu, cinta syahwat, benar cinta unggun. Gak ada. Cinta kita ini palsu, cinta kita palsu. Anak kita ini yang kita cintai, yang kita gendong, yang kita ceboi, yang kita ciumi setiap hari. Pernah semalam kita nangis, ya Allah, anakku ya Allah, jadikan orang soleh, jadikan orang bakti, jadikan orang cinta Rasulullah SAW. Tidak pernah sama sekali. Semalam, dari malam sampai pagi tidak pernah. Palsu kita ini, palsu. Cinta kita ini palsu. Pengakuan, bukan pembuktian. Bukan pembuktian, masih pengakuan. Lah cintanya baginda Nabi besar Muhammad SAW ke kita ini cinta sejati. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita jadi umat terbaik, jadi umat paling apik di akhir zaman ini hanya berkatnya Rasulullah SAW. Sejati beneran. Pernah diceritakan dalam riwayat hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, tengah malam Rasulullah ini sedang bermunajat, melakukan salat sunnah tahajud. Siti Aisyah terbangun, dihampiri itu Rasulullah SAW. Ketika dihampiri oleh Rasulullah SAW, didoakan oleh Rasulullah, ya Allah berkahi Aisyah, ya Allah berikan rezeki yang berkah, ya Allah berkahi ilmunya, ya Allah selamatkan dari neraka, ya Allah bahagiakan hidupnya. Senyum Mbak, bojo ditungakno bojone tengah wengi, dungane tulus, doa-doa yang indah itu tadi. Senyum Sayyidatuna Aisyah. Ditanya sama ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Aisyah, apakah kau senang dengan doaku tadi? Guyu Sayyidina Aisyah jawab, sangat bahagia ya Rasulullah, saya sebagai istrimu sangat bahagia. Engkau doakan dengan doa seperti itu sangat bahagia. Dilanjut sama Rasulullah, dibilang apa? Tahukah engkau wahai Aisyah, itu doaku setiap malam yang aku panjatkan untuk semua umatku.
Ayo, siapa yang lebih cinta ke kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada, Pak. Nyelamatkan dunia sampai akhirat. Nuntun kita, ngasih syariat kita, ngasih aturan kita, ngasih contoh kita, ngasih panutan kita, mulai di dunia sampai di akhirat. Di akhirat gak dilepas, di akhirat gak dijarno bambung, ndak. Analaha, analaha. Nanti di hadapan Allah Rasulullah masih sujud lagi. Di akhirat saya sujud suwe, irfa' raksa was'al tu'ta washfa' tushaffa. Sujud lagi, angkatan kepalamu wahai Muhammad. Apa yang kau minta, syafaati yang mau kau syafaati, pemberianku akan aku berikan kepadamu. Gak sampai di situ, kita ini diperjuangkan mati-matian mulai dari di dunia sampai di akhirat. Pelipis berdarah, perjalanan hijrah dari Mekah Madinah, gak numpak Fortuner, Pak. Gak numpak Pajero, jalan kaki, naik kuda, naik onta. Itu semua dilakukan demi kebahagiaan kita, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis, kata-kata ini habis, entek. Kalau mau kita bahas betapa cintanya Rasulullah ini, malu, kita ini malu. Siapa kita ini? Manusia-manusia yang tak tahu diri, gak sadar, gak mau mensyukuri Rasulullah SAW. Kita ini manusia-manusia yang terlampau, keterlaluan. Terus mulai cilik dapat syahadat dongkrak, kita ikut orang tua kita. Semasa hidup kita ini tidak benar-benar mempelajari, meneladani Rasulullah. Kita ini terbuang sia-sia. Siapa kita ini? Siapa Rasulullah, siapa kita? Gak nyambung, talinya gak nyambung sebenarnya. Untung kita ini dipilih sama Allah menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disyukuri, ojo lali. Bayangkan kalau kita ini gak dapat iman, gak dapat Islam, ya apa? Gak mengucapkan syahadat naudzubillah min dzalik. Gak mengenal nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau ini sudah masuk ini, diinstal di hati ini, Pak. Kayak HP, aplikasi kan diinstal. Ini sudah masuk di hati kita, dibawa sampai mati nanti, sampai di akhirat. Untung kita dipilih sama Allah. Kalau enggak celaka kita, celaka. Lah ini aplikasi yang sudah masuk di hati ini di-upgrade. HP nih, aplikasi ini lawas kan enggak bisa dipakai. Lah ini aplikasi diinstal terus, dihidupkan, dipencet terus tombolnya. Apa tombolnya? Muhammadun Rasulullah. Pencet terus, pencet terus. Kayak YouTube gitu loh, subscribe. Dipencet terus, dibunyikan loncengnya, dibunyikan sholawatnya. Ingat terus Rasulullah, 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 Rasulullah. Ingat terus sampai suaranya keras ini. Suara di hati ini sampai keras, keras, keras. Nembus tanah yang memeluk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kuatkan. Jangan kecil hati, meskipun hidup di desa, diketangi, di Pasuruan nyelempit. Fadlullah wasi'. Allah kalau mau ngasih luas, tidak ada batasan. Kita kuatkan, sinyalnya dikuatkan, suaranya dilantangkan, masuk nanti. Kalau Rasulullah sudah kasihan sama kita, Rasulullah yang akan memberikan nadrah, memberikan perhatian khusus kepada kita. Insya Allah. Tinggal kitanya. Ini bulan Maulid ini dihormat. Kita muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasbih jangan lepas. Tasbih jangan lepas, masukkan kantong. Sing ngerokok
Ojo lali nang siwake. Ngerokok ya wis ngerokok wis, ndak iso ninggalno iya wis. Tapi siwak dibawa terus, dikantongi terus, jangan sampai nggak dibawa. Siwak mek 15.000, Pak. Rokok piro saiki? Sehari ping piro tuku rokok? 2 pak. 60.000. Siwak cuma 15.000, sampean pakai 3 bulan ndak hancur masih seutuh. Allah setengah tahun hilang wis, ndak ketemu maneh. Stok beli yang banyak, 1 kotak, 1 lusin, taruh di rumah. Biar semua satu keluarga pakai. Ojo tuku rokok toh. Siwak taruh, tasbih dibawa, diem sholawat. Atau pakai tasbih yang digital, yang cincin. Pakai. Biar sinyal ini nyambung, connect terus, internetnya kuat, nyambung dengan Nabi besar Muhammad SAW. Dikatakan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyun nahnu ansarullah. Ini cerita teguran daripada Allah agar kita ini meniru orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Allah negur kita melalui ayat ini untuk jadi pembela-pembela Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Sebagaimana Nabi Isa dulu pernah menyeru, tahu ngongkon, tahu ngajak para pengikut-pengikutnya, hawarinya, untuk menjadi pembela-pembela Allah, pembela-pembela nabinya. Dijawab sama para pengikutnya, nahnu ansarullah, kami adalah pembela-pembela Allah. Ini seruan buat kita yang di hati kita ada iman, ada Islam, beriman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Kita ikuti generasi-generasi yang sudah sukses ini, seperti hawarinya Nabi Isa alaihissalam. Kita ikuti. Jadi pembuktiannya ada. Mbelone ono, gak sekedar melu-melu tok, ndak sekedar pura-pura tok, tapi mbelo temenan. Dikatakan dalam tafsir ayat ini, menjadi pembela-pembela Allah, pembela-pembela Rasulullah SAW itu kudu mesti perang, ndak. Itu perang titik terakhir. Kalau udah terjadi kekacauan, fitnah yang besar, baru perang. Iku sik mburi. Zaman saiki insyaallah ndak ada perang ya. Amin. Insyaallah kita selamat semua ya. Tapi menjadi pembela, menjadi pecinta yang membuktikan cintanya itu ada 3 dalam tafsirnya ayat ini tadi. Yang pertama, sampean ini kita semua untuk menjadi pembela, pecinta, pembukti cinta kita kepada Rasulullah SAW itu, yaitu menjalankan syariat. Anda tidak mau bahas tentang sosok Nabi besar Muhammad SAW. Wis terlalu sering, Mbak. Pirang puluh tahun urip pikisan. Setiap tahun maulid, setiap ceramah bahasnya keagungannya Rasulullah. Wis belenger sampean asline. Cuma kitanya ndablek. Kita nggak timbul cinta, kita nggak timbul perasaan untuk mengikuti. Wis sering. Jadi saya bahas, ayo ini salah satu cara-cara agar cinta kita ini terbukti. Kita benar-benar cinta mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama, menjalankan syariat. Lakonono syariat iki, bukti no cintai. Itu bukti kita ini membela Rasulullah, membela Allah itu menjalankan syariat. Wayahe Jumatan, wayahe poso. Dijalankan syariat, jangan nentang syariat, jangan menghancurkan agamanya Rasulullah SAW. Selama kita menjalankan syariat, insya Allah kita termasuk orang yang mencintai, membela Allah, membela Rasulullah SAW. Majelis, masjid, ayo didukung, dibantu.
Esok bantu dana, bantu doa. Esok bantu doa, bantu tenaga. Dibantu, maksimalkan. Jangan sampai justru merusak. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, ini sing nom-nom, sing sempat iki. Bagian yang kedua yaitu mendalami Al-Quran, sunnah, dan ilmu agama. Jadi bohong, goro. Kalau kita ngaku mencintai Rasulullah, tapi kita enggak belajar agama, enggak ngaji, enggak teko nang ustad, nang kiai, nang habaib, goro. Berarti kita enggak membela, enggak mencintai Rasulullah SAW. Belajar. Lah ya apa? Mau menghidupkan syariat tapi enggak ngerti ilmu nih. Poso gak tepak dinone. Durung wayahe poso. Durung wayahe riyo. Akhirnya enggak karu-karuan. Ngacak-ngacak agama, ngacak-ngacak syariatnya Rasulullah. Belajar. Ya sing tua-tua sebenarnya bukan halangan, karena minal mahdi ilal lahdi, sampai di liang lahat gak ada istilah terlambat, tapi lebih ditekankan lagi yang muda-muda. Ayo belajar, bukan sekedar ngaji kuping. Kalau bisa ditarim itu guru-gurunya Habib Ridho ini umur sudah 40-50, kalau hadir di majelis mbak buku, mbak pulpen dicatat. Abu Ya Said Muhammad Alwi Al-Maliki itu kemana-mana tidak pernah kosong kantongnya dari buku, dari pulpen. Nah paling enggak saiki sing muda-muda kan bawa HP. HP itu ada aplikasi buat catet fawaid dicatat, disimpan, nanti disalin di buku. Belajar. Yang kedua. Yang ketiga, kumpul dengan para ulama. Kumpul, khidmat, laden, hormat, ngajeni, ngeregani. Itu salah satu cara pembuktian kita mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dak mlebu surga dhisik, Pak. Kumpul dhisik ambek hamba-hambanya Allah yang khusus. Siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Kumpul dhisik. Kumpul para nabi. Nah ini maulidan menghadirkan Nabi besar Muhammad SAW. Kumpul para syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baik itu syuhada udunya maupun syuhada ul akhirah. Kumpul para sholihin, orang-orang baik, orang-orang alim, orang-orang takwa. Kumpul satu paket itu tadi, jalankan syariat, belajar, kumpul. Karena tiga-tiganya ini bersambungan, tidak bisa dilepas. Satu dengan yang lain saling membutuhkan. Tidak isok jalan syariat nih nggak belajar, tidak isok belajar nih nggak kumpul lambe orang-orang soleh, orang-orang aulia, para ulama. Tidak bisa, satu paket. Lah kita ambil salah satu bagian dari tiga ini, agar kita ini benar-benar menjalankan, menunjukkan bahwa kita ini cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya semoga apa yang kita ikhtiarkan selama ini diterima oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita usahakan diterima oleh Rasulullah SAW. Masih gini-gini tok ya, maulidan, baca, terbangan, makan berkat, pulang. Pembuktian kita sederhana, tapi mudah-mudahan Rasulullah SAW berkenan dan kita dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin ini saja dari Al-Fakir, tidak ada yang panjang Habib. Samihna wa ma qultu illa imtisalil amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa saya sampaikan Habib Ahmad, betul moga dadi ilmu sing manfaat, betul moga dadi sakseh bahwasanya aku lan sampean sik gelem ngaji, sik gelem ngrungokno ilmune Kanjeng Nabi, sik gelem ngrungokno
cerita-cerita sing nyebabno kula lan sampean tambah cintanya Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Sering saya sampaikan, ilmu itu penting. Ilmu itu dimengerti atau tidak dimengerti. Sampean ngrungu itu ikhlas atau tidak ikhlas. Ilmu itu bakal manfaatnya sampean. Bakal jadi saksi. Al-Quran, saya sering sebutkan di Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tubuh seseorang itu nanti akan jadi saksi. Ketika sampean sudah ndak iso bela dewe, bela kanggo lisan. Kon maksiat ndak jam sakmene dina iki. Kon kating aku ndak maksiat, dibungkam nanti. Colokan sampean kasa bungkam yang akan menjadi saksi tangannya. Oh iya ya Allah, dia tadi ngaku dia enggak maksiat tapi tangannya jam 7 hari Rabu tanggal 10 bulan ini tangannya bermaksiat. Disiksa akhirnya sampean. Sokona beri kaki entar demah tanggal sekian hari sekian entar demah. Punten ya Allah kula badhe bungkoh. Colokan sampean ngocang arwah tapi kakinya bersaksi. Enggak ya Allah, hari itu tanggal sekian hari sekian dia bawa kakinya menuju ke maksiat. Disiksa akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya sampean digawa nyanggen api itu bakal jadi saksi. Lunggune sampean dienggen api salat, pengajian, ziarah, silaturahmi dan lain semacamnya. Pokok iku nilai api bakal jadi saksi kanggo sampean supaya iso iku termasuk salah satu sebab sing iso nyelametno sampean di akhirat. Dan muga sampean ngaji ngrungokno critane Kanjeng Nabi, kuping dadi saksi, mata dadi saksi, irunge sampean dadi saksi, badannya sampean jadi saksi, tangannya sampean, kakinya sampean jadi saksi, bahwasanya sampean masih mau ngormati Kanjeng Nabi, sik gelem ngormati Kanjeng Nabi sehingga diselametno Nabi Allah dunia akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Iku pentingnya ngaji, paham ndak paham, ikhlas ndak ikhlas. Ya apa ae pengajiane suwe tambah api. Tambah api tambah bagus. Bengkong sampean roh atau juke berung, tak oleh apa-apa sampean dunia akhirat tak oleh apa-apa. Sampai ke pengajian, makin guli satu sekali, saya guli ria, cek api tuh ria nyari sandaran tak kuat, itu bakal jadi saksi. Lesona sampean roh bakal narik sampean ke kebungaan di dunia akhirat. Dunia barokain, akhirat selamat lagi ya Allah. Amin Allahumma amin. Pengumuman Rabu Legi, Minggu boleh kan biasanya Rabu Legi maulidan, rutinan dalail prai. Dipindah ke pondoknya Habib Umar. Pondoknya Habib Umar Rebu Ria Lebu boleh beda Maulid Akbar. Diundang ke sana semua, di sini prai. Dimundurkan tanggal 2 November, tanggal petok malam beluk rasol. Tepak Rebu Paeng boleh. Di sini Maulid Akbar. Kita ngadakan Maulid Akbar insyaallah. Dihadiri oleh para habaib, dihadiri oleh para kiai insyaallah Maulid Akbar. Jadi ngak temor Rebu Paeng boleh, sebulan boleh. Awas kutamat. Ditutup. Rebu Paeng boleh, ibu-ibu, bapak-bapak umum lagi. Di Mabai umum lagi sampean diumumkan undangan umum Maulid Akbar. Insyaallah akan dihadiri oleh para habaib dan para kiai. Tanggal 2 November, tanggal 7 bulan Rasol, bulan Rabiul Tsani. Malam beluk, malam Kemes pada ngak ria. Setia kan Rebu Paeng, malam Kemes pon. Iya tah, malam Kemes pon lah. Iya, malam Kemes pon. Sebulan lagi itu pengumuman. Diharap hadirnya, yang tidak punya halangan diharap hadirnya. Itu pengumuman. Ada beberapa orang minta bantuan Fatihah nih kah? Saya umumkan, saya kan buka donasi, saya buka sumbangan. Siapa nyumbang? Saya nyongok video yang lihat di video atau di mana saya buka sumbangan untuk beli salon. Mungkin sampai enggak tahu atau sampai gendeng bola. Saya buka sumbangan untuk beli salon, gawe pengajian, burda, rebuan dan lain semacamnya. Itu ada beberapa penyumbang minta Fatihah beda sesake, beda di hajat, kita bantu, kita doakan moga sesake beberes bi Allah Subhanahu wa taala, sandi hajat semuanya semoga dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyaksikan acara ini dari manapun
dari YouTube, dari Facebook dan lain semacamnya, semua yang menyaksikan, yang menyumbang atau yang ikut andil semuanya matur muga balas bi Allah Subhanahu wa taala apapun sumbangannya, saya nyumbang banyak, saya nyumbang sekone, matur muga terima bi Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa kulli salihah. Sampean saya tak tahu nyumbang demah carana ke wahyu atau ke aldir ya. Saya tak bisa transfer, saya bisa transfer baik. Nyumbang berapa? Saya nyumbang tadi sebenarnya Bu, ya beda saya nyumbang 2 juta, 3 juta, beda saya nyumbang 10.000, 5.000 beda. Saya kasih tahu, saya tuh saya enggak minta sumbangan ya, saya buka pengumuman siapa yang mau ikut andil nyumbang untuk pembelian salon. Nah, malah ngaji ro, malah kopengnya sampai no, malah nyaman, malah tadi saya ngantuk mau ngaji beda saya ngantuk ya suaranya tak ranyeng. Itu kan setan tuh ya apa caranya kita tolak dengan salonnya nyaman, ini sudah keras suaranya jelas, mau beda saya tedung, ya benar salah nah berarti. Takut sampai ada yang komentar di TV ini, ada yang komentar suaranya kecil ya, mohon dimaklumi alatnya masih sederhana. Alhamdulillah pengumpulan dana itu mulai awal bulan Oktober. Bulan apa sih ya? November. Mulai awal bulan November sampai sekarang dana yang dibutuhkan itu sekitar 3 juta. 3 juta, saya tak nyobong tak usah agu-aguan. Tak nyobong noro agu. Kekurangannya tinggal terkumpul 17.250.000. Alhamdulillah reng ketangi tidak saya nyobong dia. Sama sekali ketangi Jupati tidak saya nyobong dia. 17.250.000 onje beda yang ketangi sebagian saya nyobang beda ngerem. Alhamdulillah hampir sebulan ya, ini November belum selesai. Alhamdulillah terkumpul 17.250.000. Kekurangan 7.650.000. Ini terakhir dihitung kemarin hari Ahad. Ya beda paling 3 juta saya tak hitung. Jadi mungkin kurang lebih ini kekurangannya 5 juta sekarang. Alhamdulillah. Tore sampean saya nyumbang, mumpung ria kita tutup, nyumbang berapa ke wahyu. Aja kan kok takut todus sampai saya beri pesan kok ke wahyu nanti gitu ya. Berapapun sumbangan sampai ini amal jariah Pak, amal jariah. Amal jariah aja beda ke masjid, beda ke pondok tok. Nyumbang masjid, amal jariah, pondok amal jariah. Kang kui kebagusan, amal jariah. Bagusan amal jariah. Ini misalnya sampai nyumbang mic ini disumbang sampean. Berapa bulan dipakai itu nyampe apa yang disampaikan perantara mic lah depak ke kopeng orang rotak mate terus itu amal jariah tak ambu. Amal jariah aja bener bangunan tok Pak apa bae kanggo kebagusan jalan terus ganjarna. Jadi seperti itu. Matur muga sudah jasa nyumbang dah diterima. Yang sakit tadi semuanya minta doa kita Fatihahkan. Semoga yang membantu semuanya atau siapapun yang ikut andil, saya nyebaragi berita ria, saya bantu ngedit apa semuanya. Matur muga rahmatan bi Allah ala hadhihi wa kullu salihah syamila kamila fi haratid dunya na'imil akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga pengumuman ada undangan Maulid Akbar dan Hall. Tanggal mau dinakan tanggal petokan, tanggal 7 di sini malam 8, Rebu malam Kamis. Jumatnya di pondoknya beliau di Rejoso. Khusus laki-laki Beb ya. Laki-laki, ibu-ibu tak usah. Laki-laki, Jumatnya. Jadi mari dina maulutan, Jumatah maulutan di Pondok Toyaning Rejoso. Yang tidak ada halangan, fadhol hadir itu undangan umum. Fahina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. فحين قرب أوان وعطي هذا الحبيب أعلت السماوات والأرضون من فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
أكبر والقدرة كشفت قناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطئه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بديها بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني بدروا اليمن قرد واستضيئوا به نفق في الحسن تفرر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد المستمر ليس فاد حيث دينا وانا الله يا الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله
ويقول له حمدي أن يسوره العاد إذ حبنا بوجود المصطفى الهدي محمد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جذ وبلغ كل مقصد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا رسول الله أهلا بك إلنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي الله الله جد وبلغ كل مقصد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد اهدنا نهج سبيله يا الله وبلغ كل مقصد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد واهدنا نهج سبيله يا الله أي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد ربي بلغنا بجاهه يا الله بجواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل
محمد وسلام المستمر كل حين يتجدد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاء، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله. كن شفيعا يا حبيبي، كن شفيعا يا حبيبي، كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. ربنا صل على من حل في خير البقاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا ورضانا يا رب صد يا وازل يا الله. ورضانا ساد يا وغلي دائما بكل داعي مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا رضانا ساد يا وصلي ورضانا ساد يا وصلي قبل أيام من الرضاع. مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور
الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير الوارثين. ولما ثم الفكر من دور الأوصاف المحمدية وجودة توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي وسيد درجة جاهدي بدايتك سيد الكونين وأشرف ثقلين عبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخاصة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل حضرتك ترابي من أحبابي. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا سكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب ويتعاملنا تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طريق اتباعه من السالكين والحقيقة وحقيقة من المهدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وولاه وظهره. اللهم ببركة وشريجة أولادنا ووالدينا أهل قترنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القويم في جميع الأطوار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسوء واشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين الظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحرز الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأذمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهدم لنا منك بخير
صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبي الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن sahabat Rasulullah ajma'in amin. Pengumuman terakhir, barangkali orang Ketangi dan sekitarnya setan di halangan kula membeda maulud setiap subuh mari baca subuh langsung Ketangi masjid ngaji nika maulud saya di rumah setiap subuh. Pokok tadi udur maulid bapak-bapak tabe ibu-ibu saya sobung udur saban subuh tore sarang-sarang saya sobung udur saya hadir tore hadir. Terus maulid akbar nika mares lagi isya awal ala hadiniyah wa qurratun salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir